لاعبو الزمالك يحتفلون مع الجماهير بالفوز على سولار الجيبوتي. لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني احتفلوا مع الجماهير المتواجدة باستاد القاهرة الدولي عقب التأهل لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث توجه لاعبو نادي الزمالك وأفراد الجهاز الفني إلى جماهير القلعة البيضاء المتواجدة في الاستاد للاحتفال معهم بالتأهل والفوز على سولار الجيبوتي بطل جيبوتي. وحقق فريق الزمالك الفوز على الفريق الجيبوتي بنتيجة 4-1 في رومنتادا تاريخية في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، ليتأهل الزمالك لدور المجموعات من البطولة بعد الفوز بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وسجل أهداف الزمالك يوسف أوباما في الدقيقة 50 وفي الدقيقة 52 سجل شيكابالا الهدف الثاني، بينما سجل أحمد زيزو الهدف الثالث في الدقيقة 74، وقبل أن يحرز حمزة المثلوثي هدف التأهل للهدف الرابع في الدقيقة 89.